بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه رأيكم بقى في طاجن الرز المعمر؟ بقى النهاردة هنعمله بالسكر، حاجة زي القمر. بنجيب الطاجن ونجيب الرز بتاعنا. اهم حاجة حاول يكون الرز اقل من نص الطاجن زي ما انت شايفة كده. بقى اغسليه غسلة كويسة، غسلتين 3 كده، وننزل عليه بالسكر. طبعا السكر ده على حسب الرغبة، حباية مسكر حطي كوباية من السكر على حسب طبعا. وانتي بعد ما تدوبيه تدوقي وتشوفي السكر معاكي محتاجة قد ايه تاني. بننزل عليه كمان بقى كده بمعلقتين من السمنة البلدي. الرز المعمر لازم بسمنة بلدي. آه ممكن يتعمل بزبدة برضو، بس هو طبعا معروف بالسمنة البلدي بيبقى اجمل بكتير. بيكون عندي بقى كمان اللبن بتاعي مغلي، مش عايزة احط عليه لبن بارد، لازم يكون اللبن مغلي علشان السكر يدوب معاكي على طول، واللبن يكون دسم كده. انا بنزل وش اللبن كله في الطاجن. بندوب بقى السكر كويس جدا لغاية ما تتأكدي ان السكر داب تماما. آه انا هرجع تاني احط لبن تاني، لازم يكون غرقان كويس في اللبن، طبعا على حسب الرز. هو المفروض بالعيار كل كوباية رز، لو هتعمليه بالعيار كل كوباية رز بيتحط لها كوبايتين من اللبن، وبيتحط لها نص كوباية سكر، ويتحط لها معلقتين من السمنة البلدي. حابة تحطي رشة فانيليا حطي. انا مش بحب احط فانيليا علشان ما ضيعش الريحة بتاعة السمنة البلدي. طبعا احنا عارفين كلنا طاجن الرز المعمر بقى اللي بيفكرنا كده بايام زمان لما كان بيتعمل في الفرن البلدي. كان اساس السمنة البلدي فيه، والريحة بتبقى قلب الدنيا. الفرن بقى عندي دلوقتي انا مولعه الفرن كده، قبل ما بشتغل بولع الفرن يسخن. بتدخليه على الصاجة اللي من تحت على طول. طبعا بمجرد ما بتلاقيه بدأ يتشرب معاكي بتهدي عليه النار. انا بوريكي اهو، انا بدخله على الصاجة على طول. الفرن معايا سخن، درجة الحرارة عالية. بمجرد ما بلاقيه بدأ يتشرب بهدي عليه، واقوم بقى مطلعاه ياخد اللون الجميل، يطلع زي ما انت شايفة ريحته كانت قلب الدنيا. اتمنى تجربوا الوصفة بطريقتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك.